السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. لو أول مرة بتتابعونا على القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. إليكم نشرة أخبار مصر. حوادث اليوم: إحالة عاطل للمحكمة بتهمة سرقة الشقق السكرية بالنزهة. الاستماع لشهود عيان والمصابين لكشف سبب حريق عقار الكوم الأحمر بوسيم. انتداب خبراء الأدلة الجنائية لكشف ملابسات حريق الكوم الأحمر في وسيم. أسماء المتوفين في حريق عقار بالكوم الأحمر في وسيم: مسرح شقيقين وصديقهما وإصابة آخرين أثر حريق في وسيم. اليوم الحكم على طبيب شهير استغل صورة هيفاء وهبي دون إذن قانوني. إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بالمعادي دون إصابات. كنت بدور على أي حاجة أبيعها. اعترافات المتهم بسرقة استوديو مصر. تاجر بالمخدرات وأخفى حصيلتها في العقارات. استجاب متهم غسل 70 مليون جنيه بعد التصالح في واقعة إتلاف محتويات فيلا. اعرف أبرز قضايا واجهات حمو بيكا. مصرع شخصين وإصابة آخر بعدما صدمتهم سيارة في كرداسة. إصابة شخصين أثر حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة أعلى الدائري. كشف غموض العثور على جثة طفلة بأحد المصارف بالمنيا. خناقة الشوارع ضبط سائقين أنا زميله في معركة أولوية المرور. القتها حية في القمامة. السجن 10 سنوات لأم شرعت بقتل رضيعة بالإسكندرية. إليكم التفاصيل. الاستماع لأقوال شهود عيان والمصابين لكشف سبب حريق عقار الكوم الأحمر بوسيم. استمع رجال المباحث مديرية أمن الجيزة لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات اشتعال حريق بعقار في قرية الكوم الأحمر بوسيم، مما أدى لمصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين، بالإضافة إلى إجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفات التي لحقت بمحتوياتها. كما استمع رجال المباحث لأقوال المصابين مما تسمح حالتهم صحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تحرير محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق. بلاغ باشتعال حريق في وسيم. ورد بلاغ لغرفة النجدة مديرية أمن الجيزة يفيد نشوب حريق بقرية الكوم الأحمر في وسيم. انتقل رجال الحماية الميدانية لمكان البلاغ ورجال المباحث وتم إخماد الحريق التي اشتعل بعقار. مسرح شقيقين وصديقهما وإصابة آخرين أثر حريق في وسيم. لقى شخصين وصديقان مصرعا بالإضافة إلى إصابة آخرين أثر اشتعال حريق بعقار في الكوم الأحمر بوسيم وتم إخماد النار. اختارت النيابة المختصة للتحقيق. ورد بلاغ لغرفة النجدة مديرية أمن الجيزة يفيد نشوب حريق بقرية الكوم الأحمر في وسيم. وانتقل رجال الحماية الميدانية لمكان البلاغ ورجال المباحث وتم إخماد الحريق التي اشتعل بالعقار. وأسفر حريق عن مسرع شخصين وصداقهما بالإضافة إلى إصابة آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم. ويكثف رجال المباحث إجراء تحريات لكشف ملابسات اشتعال النيران واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتولي النيابة المختصة التحقيق. اليوم الحكم على طبيب شهير استغل صورة هيفاء وهبي دون إذن قانوني. تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الاثنين حكمها في دعوى القانونية هيفاء وهبي ضد طبيب شهير بتهمة استغلال صورتها وأدائه الفني دون إذن قانوني. وقدم المستشار شريف حافظ المحامي دفاع الفنانة هيفاء وهبي حافظة مستندات تضم صورا قام بنشرها المتهم دون إذن قانوني منها. كما طلب بندب خبير في الملكية الفكرية لمعاينة وفحص الفيديو الممول الذي يلحق بالفنانة ضررا ماديا ومعنويا.
مصرع شخصين وإصابة آخر بعدما صدمتهم سيارة في كرداسة. لقى شخصين مصرعهم وأصيب آخر بعدما صدمتهم سيارة أعلى المحور المركزي نطاق كرداسة 5. تم نقلهم إلى المستشفى وتم القبض على سيدة تسببت في الحادث. غرفة العمليات تلقت بلاغا بالحادث. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص من المحور المركزي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين وفاة شخصين وإصابة آخر. جرى نقلهم إلى المستشفى، فيما تحافظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. ألقتها حية في القمامة. سجن 10 سنوات لأم شرعت بقتل رضيعها بالإسكندرية. كانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود الشربيني وبعضوية المستشار محمد عبد الفتاح الشرابي والمستشار محمد عبد المقصود كنطوش، وبحضور المستشار مصطفى العيسوي وكيل النائب العام نيابة العامرية وسكرتير المحكمة أحمد السيد، بمعاقبة المتهمة نون بالسجن المشدد 10 سنوات والزامتهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بالشروع في قتل نجله. وتعود بداية الواقعة تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9780 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة العمرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية اخبارا يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة على قيد الحياة ملكة بجوار مقلب للكمامة. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العمرية إلى محل البلاغ. وبتكثيف تحريات مباحث الإسكندرية تبين القيام الأم وتدعى نون ميم ربة منزل بارتكاب الواقعة، حيث تبين أنها كانت متزوجة من شخص وحدث بينهم طلاق 3 مرات، فقامت بالزواج من شخص آخر ليكون محلل، وخلال تلك الفترة كانت تردد على زوجها الأول وحملت بالطفل، وقررت التخلص منه عن طريق الإجهاض، لكن تلك الحيلة لم تنجح، ووضعت الطفل وأخذته بجوار مقلب للكمامة وقامت بإلقائه وفرت هاربة. أنفق بمفردي على الطفل. طليقة بيومي فؤاد تلاحقها ب4 قضايا أمام محكمة الأسرة. تواصل محكمة أسرة قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين نظر النزاع القضائي بين الفنان بيومي فؤاد وطليقته، بعدما قررت المحكمة تأجيل 4 دعاوي مقامة ضده تحمل أرقام 179 180 181 182 لسنة 2026 أسرة، والخاصة بنفقة المدرسة والمسكن والحضانة للطفل، إلى جلسة 19 مايو الجاري. وكشفت طليقة الفنان أنها حصلت مؤخرا على حكم بالولاية التعليمية، وكذا أنها اضطرت خلال الفترة الماضية لتحمل جميع المصروفات الخاصة بالطفل بشكل كامل بعد تعثر الوصول إلى حلول ودية بين الطرفين. وأضافت أنها محاولة التسوية الودية استمرت لفترة، إلى أن الفنان بحسب قوله أكد عدم قدرته على سداد الالتزامات المطلوبة، الأمر الذي دفعها للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق الطفل القانونية. السجن 35 سنة. المتهم بالاتجار في المخدرات وإحراز أسلحة آلية بسوهاج. قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم بعقوبة المتهم ميم ألف س 38 سنة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100,000 جنيه لاتهامه بالاتجار في الحشيش، كما عاقبته بالسجن المؤبد وغرامة 1000 جنيه لاتهامه بإحراز 4 بنادق آلية سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين علي وعضوية المستشارين أحمد طلبة ومحمود اليونسي بأمانة سر محمد العربي. أحداث الواقعة تعود أحداث القضية إلى عام 2025 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات قيام المتهم بالاتجار في الحشيش
وبعد تقنية الإجراءات وإجراء التحريات تأكد صحة المعلومات الواردة، وتم القبض عليه وبحوزته 19 قطعة من الحشيش وزنت 67 جرام كانت معدة للبيع، كما ضبط 4 بنادق آلية وسلاح ناري ذاته عدد 25 طلقة بدون ترخيص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام.